الوداد ديالي كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، اموركم طيبه ان شاء الله وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. المهم البنات اليوتيوب بقى ما رجعتش لوصفه نهائيه. المهم كنحاول ما امكن انني كل مره نبقى نصور لكم فيديو بحال هكا البنات، ما كنبغيش نبقى نبان غير باش نبان بحال هكا ونبقى نصور لكم شي حاجه اللي تبقى تعاود والملل. يعني ان شاء الله نهار غادي نحط لكم فيديو عرفوا باللي كاين فيه شي حاجه اللي هي جديده. المهم البنات اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم الفرحه ديالي اخيرا البنات. غدا نقدر انني نفرش الصالون ديالي. شحال وانا ساكنه في واحد الدار، يعني بقيت غدا دقه عليا، ما بغيتش نزرب نهائيا باش ما ناخذش قرارات متسرعه وفي الاخر ندم عليهم. سورتو انكم البنات بصراحه هادشي كيتجدد، يعني الا بقينا متبعين زعما لا مود وهذا كلشي تيتجدد، ما تجي فين تكمل العام تلقاي حاجه اخرى دارت. يعني حاولت انني غدا ندير شي حاجه اللي هي غدا تبقى عندي مده اللي هي طويله وما غطلعش ليا في راسي. هذا هو القرار اللي كنت واخده، هو انني ندير شي حاجه اللي هي ستيل ديالي، ستيل اللي هو تيعجبني، و ميم طون تكون الالوان تكون زعما اللي ما كتديموداش. وحتى الفراش بحال هكا الا مثلا شفتي عندي اليوم تقدر تشوفيه من عندي من هنا ل 10 سنين وتحسي به بانه عادي جدا، يعني ماشي شي حاجه اللي هي غادا تكون ترو شارجي وغاديمود. المهم البنات هادشي علاش كنت عواله، والحمد لله راني غادا دقه اليوم ان شاء الله. غادي يجي النجار باش غادي يحط ليا الطوابل، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هذا الفلوق هذا. اليوم يلا غادي ندور ان شاء الله بالصالون باش بحال هكا ملي غادي يجيو الطوابل يتحطوا ان شاء الله على النقا، تكون الدار نقيه يكون الصالون نقي. ايوا البنات هادشي اللي كاين. الا كنتي اختي اول مره غتشوفي هاد القناه ديالي ما تبخليش عليا بالضغط بالزر على زر الاشتراك على الجرس باش هكا يبقى يوصلك ديما جديد ديال فيديوهاتي. بيان سور البنات جايين فيديوهات زوينين بزاف. المهم غنحاول اني نشارك معكم شي حويجات اللي هما زوينين. كيف ما قلت لكم ما غاداش نبقى ما غنديرش فيديوهات، انا اصلا ما غنديرش فيديوهات غير باش نتسمى بانني حاطه فيديو في اليوتيوب. الا ما كان شي حاجه اللي تتفيد ما تنبغيش ندير شي فيديو غير هكا. المهم البنات هذاك الشيء علاش كيف ما قلت لكم دخلوا ان شاء الله كاينين فيديوهات ديجا حطاهم غادي يعجبوكم انا متاكده، واللي جاي احلى كيف ما تنقولوا. المهم البنات وخلوا لي هنا واحد الجيم باش الفيديو ديالنا يطلع ويتشاف اكثر واكثر. المهم البنات خليكم معايا ونبداو البنات على بركه الله. هنا جبت البنات واحد الشطابو غادا نعزف السقف كامل ديال الصالون. البنات اللي متبعيني شحال هادي راه كانوا عارفين بلي كنت جايبه معايا الصالون ديالي القديم اللي كان عندي في الدار القديمه، وكان غير صغير ما شادش ليا كاع شي مساحه انا في الصالون، وعندي انا صالون كبير وكان بحال مفرش غير واحد القنيات فيه. ايوا صافي البنات دابا اللي كتاب انني نفرشو حتى كملت تقريبا الدار. انا هذا هو الهدف اللي كان عندي حتى نسالي الدار كامله. اللي غادا ندوز للصالون هو اخر حاجه، حيت بصراحه كتحتاج البيت نعاس، تحتاج السيجور فين تكوني جالسه، تحتاج الكوزينه تموضيفي فيها شي حوايج. المهم البنات انا راه الكوزينه عندي باقا ما كملتهاش 100%، ولكن قلت بعدا عندي فيها ليسونسيال، هذا هو المهم. المهم البنات درت بيت نعاس هو الاول. البنات اللي غاديين يرحلوا ولا غاديين يسكنوا في شي ابارطمون اللي جديده ولا يلا غادي نبداو، كننصحكم انكم تبداو بغرفه النوم هي الاولى. عندكم غرفه النوم هي اللي مهمه. الا عندكم الوليدات غرفه النوم ديال الوليدات ديالكم حتى هي مهمه جدا جدا جدا، باش هكا البنات تكونوا نتوما مرتاحين ووليداتكم مرتاحين، هذا هو المهم. اما اللي غادي يجي عندك راه غادي يقبل عليك في المكان غادي يجلس معاك، هذا هو المهم البنات. هو غرف النوم انهم يكونوا زوينين وتكونوا ترتاحوا فيهم، يكونوا على الذوق ديالكم. انا حتى ساليت غرفه النوم ديال الاميره بالنسبه هي الاولى اللي درت انايا غرفه النوم ديالي. كنت جبت غير داكشي اللي كان عندي في الدار القديمه هو اللي كنت جبت معايا، هو باش كنت مفرشه. ولكن فاش بديت كنصلح بديت
بغرفه النوم ديال الاميره، بيت النعاس ديال الاميره هو الاول. قاديتو ليها، درتو ليها على الشكل اللي انا كنت باغاه وعلى الذوق ديالها، مشيت على الذوق ديالها حتى هي. من بعد اللي دزت البيت النعاس ديالي انا قاديتو حتى هو. اللي البنات دزت للسيجور، سيجور فين غادا تجلسي وغادا تروبوزاي وغادا ترتاحي وغادا تجلسي تفرجي وتاخدي وقيت ديالك، حتى هو من الضروريات. عندك هاد 3 الحوايج هادو مهمين جدا جدا جدا. الكوزينه بيان سور انايا ما تنقولش لك ما خاصهاش تقاد، ولكن كيعجبني فيها يكونوا ضروريات. ما تكثروش عليكم الماعن بزاف، ما تكثروش عليكم الربل بزاف البنات، كيرون الدنيا. والله الا البنات الا هذاك الشيء اللي جبت معايا ليسونسيال باقي عندي لحد الان، خدامه بداك الشيء اللي غنحتاجو صافي، وباقي عندي لحد الان ومريحني هاد الساعه الحمد لله. كنحس براسي ليز في الكوزينه ديالي. ايوا البنات كيف ما قلت لكم صافي اللي دزت هنايا اخر حاجه خليتها هو الصالون، حيت فريمون البنات الصالون انا ما تيجوش عندي الضياف بزاف، ولكن كنقول ضروري خاصو يتفرش. تكون شي مناسبه، تكون شي حاجه، الا جا عندك شي واحد بغيتي تفرح به يلقى زعما فين يجلس. مهم البنات انا الصالون عندي كانت عندي شي حاجه مهمه، وكنت بغيت نديرو شي حاجه اللي هي بلديه وزوينه، يعني صالون مغربي نحافظ عليه. وصافي البنات داكشي علاش خديت الوقت ديالي، قلت ما بغيتش ندير اي حاجه باش نتسمى انني راني درت، خاصني الا بغيت ندير شي حاجه زوينه خاصني نصبر. ايوا البنات صبرت وفريمون دابا راه انا تنصور لكم هاد لا فيديو وراه ديجا حاطاها البنات. فريمون جاني غزال. ان شاء الله راه غنشارك معكم الشكل ديالو كيفاش جا، غنشارك معكم الخطوات كاملين باش نتوما تاخذوا افكار، وغنشارك معكم البنات حتى الاثمنه باش هكا حتى نتوما تاخذوا افكار وتعطيوني حتى نتوما الراي ديالكم. الراي ديالكم تيهمني بزاف بزاف. ايوا البنات هنايا والله الا ملي كتكوني فرحانه تتنوضي واخا تيكون عندك الشقه تديريه وما تحسيش بيه. والله الا البنات الى هذا الصالون فركتو من القلب، حنت طوابل شحال وانا كنتسنى فيهم، راه تقريبا شي شهر ونص ولا غادي لشهرين وانا كنتسنى فيهم. حطيتهم عند النجار وتيقول لي اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. راكم عارفين البنات كاع المعلميه بحال هكا، الا ما رحم ربي. والله الا البنات كنفرح فاش كيعطيني شي واحد الكلمه وتيجيبها ليا في الوقت. ولكن البنات هذا ما عرفتش، كل نهار تيتحجج ليا بحاجه. مره تيقول لي حقا ما لقيتش العود، حقا الماكينه ساده، حقا المهم البنات انا بقيت غاده مع الكذاب، كيقول لك تبع الكذاب حتى لباب الدار. هذاك الشيء اللي درت وما بغيتش نجربه في الصراحه. قلت مادام انه غادي يدير لي شي حاجه اللي متقونه صافي ماشي مشكل. فريمون البنات ما نعاودش لكم لا كاليتي اللي دار ليا، ما نعاودش لكم فريمون غزاله. وهذا النجار هو اللي كان صايب ليا البنات المبل تيفي اللي عندي في سيجور اللي كل شيء تيسولني عليه، راه هو اللي كان صايبوا ليا. ومهم صايب ليا بزاف ديال الحوايج غادا نشاركهم معاكم. والبنات بنات اسفي اللي بغاو بحال هكا الكونتاكت ديالو يدخلوا عندي الخاص راه غادا نعطيها لهم، ولا يدوزوا عندي الانستغرام. راه تنجاوب على البنات على لي ميساج كاملين. اللي عندها شي تساؤل دخل عندي تما راه غادا نجاوبكم كامله البنات. المهم واخا البنات قلت لكم فيها الدفو هو انه تيتماطل واحد شويه، ولكن بعدا تينض الشغل. راه الا حط لك العود راه عرفيه راه صافي ما تعوديش موراه الهضره. جربته انايا البنات قلت لكم في شحال من حاجه ان الموبل تيفي راه كل شيء اللي شافو حمق عليه، وكل شيء تيسولني واش شاريه تنقول لهم صايبه عند النجار، تيقول لي عطينا نمره هذا النجار هذا. كديت ليه الموديل حطوا ليا. ايوا البنات ملي تتكون لا فينيسيون زعما مزيانه وشي واحد غادي يدير لك تتقول لي نصبر ما فيها باس. ايوا البنات هذا ما كان. ان شاء الله في لي فيديو الماجين غادا نشارك معكم الخشب ديالي، غنشارك معكم الضرب، غنشارك معكم الاثمنه ان شاء الله، غنشارك معكم حتى الطلامط ان شاء الله فاش وجدوا. المهم كلشي البنات غنعطيكم لي ديتاي. انا راه كنت قريبه انني نكمل وفريمون هنا راه كنت عييت وليت غير كنجر في رجليا. وشوفوا لي البنات مهم تقولوا لي الراي ديالكم في هذه الفركه اللي ضربت للصالون.
وهنا الكبيدات ما بقى لي الا نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرين واللي غادي يكونوا ان شاء الله حتى هما كاملين حماس وطاقه وحيويه. المهم البنات الا كنتوا اول مره غتشوفوا القناه ديالي ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاشتراك وعلى الجرس باش هكا يبقى يوصلكم ديما الجديد ديال فيديوهاتي. شكرا على حسن المتابعه.